والاهلي موافق والمصري موافق والدنيا كلها موافقه يعني. رجعوا قالوا لا مفيش موافقات، واصل الامن اعترض، واصل الامن اعتذر، واصل مش عارف ايه، واصل الحدوته ايه. بعدين رجعوا طلعوا لنا بقصه اسوان، وبعدين طلع محافظ اسوان قال لك احنا اكتشفنا ان في تعامد الشمس على معبد ابو سمبل، ودي جت مفاجاه بالنسبه لنا. عايز يبعد عن الشر يعني. انا اسف في اللفظ اللي انا بقوله يعني. يبعد عن الشر. هو ماله مال الزيطه والدوشه دي يعني. طيب ما فيش مباراه، طب نروح على شرم الشيخ، لا ده الملعب لسه بايظ. طب نروح على الجونه، الجونه عامله واخده موقف من اتحاد الكوره. طب نعمل ايه؟ انا مش عارف يعني. الفريق المصري خرج من النهارده، طلع بسلامه الله الى اسكندريه، وابراهيم حسن قال الحقيقه الراجل مشكورا، ابراهيم قال يا جماعه ما عنديش مشكله، قولوا لنا نلعب في استاد التتش هنلعب في استاد التتش، والله ما عندنا مشكله، واحنا جزء من الحل. عجبني قوي بصراحه كلام ابراهيم. يعني في حاجات ساعات ما بتعجبنيش من كلامه، بيبقى عصبي، لكنه قال لك يا جماعه بس قولوا لنا دلوقتي، يعني يبقى قبل المباراه بس نعرف هنروح ولا مش هنروح، هنلعب ولا مش هنلعب. احنا عايزين نساعد في الحل، وبالفعل كانوا جزء من الحل. النهارده السبت سافروا، هيتمرنوا حد واثنين ويلعبوا الثلاث، وهيتقابل الفرقتين و100 فل و14، لانه الحساسيه دي كانت قد انتهت. لانه لما سياده الرئيس طلع قال كلمتين محترمين يعني عشان يعني يبقى جزء هو كمان من الحل، او هو يبقى الحل. لكنه الحقيقه كانت ردود الفعل حتى هذه اللحظه انا في حاله ذهول. ازاي دي كانت ردود الفعل، وازاي البعض للاسف تلاعب بهذه الاسماء. وداع جميل من جماهير المصري، يقول لهم تروحوا تيجوا بالسلامه وتكسبوا وتفرحوا، وماله حقهم. والامر نفسه جمهور النادي الاهلي ويسقفوا لهم. والمصري عمل السنه دي الحقيقه شغل اكتر من رائع. المصري ضمن البقاء في الدوري الممتاز. مصر السنه اللي فاتت مختار انقذه في المباريات الاخيره، كتر الف خير. والمصري السنه دي ماشي كويس قوي، وفي المركز في المركز الثالث، لان ما عندناش فرق الاهداف يعني. ماشي زي الفل مع حسام حسن وابراهيم حسن وباقي الجهاز المعاون، واداره محترمه برئاسه السيد سمير حلبيه، ومساعدات من الناس كلها. وبالتالي ايه المشكله انه من الاول كنا نلعب في برج العرب؟